فاكرين مسلسل بتاع أمينة خليل ليه لأ، واللي غنت فيه أمال ماهر أغنيتها الشهيرة جدا اللي هي اللي قادرة على التحدي وعلى المواجهة؟ أحداث الأغنية اتغنت في المكان ده. كان أول حلقة من المسلسل لما كانت أمينة خليل بتكتب الكتاب في البلكونة دي على النيل على طول. أحداث المسلسل دي حصلت فين؟ في قصر المنسترلي في المانيال. إيه بقى حكاية قصر المنسترلي ده وبتاع مين؟ بص يا سيدي، قصر المنسترلي ده بتاع حسن فؤاد المنسترلي باشا، بناه سنة 1851. والمنسترلي ده نسبة لبلده اللي هي منستر بمقدونيا. والقصر زي ما انتم شايفين محاط بالنيل. كان نفسي ندخل واوريكم القاعات اللي موجودة جوه، بس للأسف بقاله سنتين بيترمم ومش مفتوح لحد دلوقتي. بس هحاول انزل لكم صور عن القاعات من جوه، انا جيت قبل كده وصورت وهحاول انزل لكم الصور دي وان شاء الله بإذن الله تعجبكم. ايوه بقى، مين حسن المنسترلي ده؟ ده كان أول محافظ لمصر في عهد سعيد باشا، ومسك رئاسة مجلس الأحكام في عهد عباس الأول، وكان ناظر للداخلية في عهد سعيد باشا لحد ما مات سنة 1858. القصر اللي انتوا شايفينه قدامكم ده مش ده كل القصر، والله زي ما بقول لكم كده. المكان اللي احنا فيه ده اسمه كشك الشاي بتاع القصر، اللي كانوا لما بيحبوا يشربوا الشاي ويسمعوا موسيقى كانوا بييجوا هنا ويخشوا قاعة الموسيقى يشربوا الشاي. وهتلاقوا في القاعة دي قبة كبيرة فوق علشان المغني ما يحتاجش الميكروفون. القصر فيه كمان قاعة واسعة جدا، والقاعة دي اللي اتعمل فيها إعلان قيام الجامعة العربية سنة 1945، وفضلت مقر لاجتماعات الملك فاروق بالملوك والرؤساء العرب لحد سنة 1947. أما بقى القصر اللي كان موجود للأسف اتهد، واللي باقي الجزء ده بس اللي فيه كشك الشاي وكمان فيه مقياس النيل. تعالوا مع بعض نشوف مقياس النيل من جوه ونعرف حكايته ايه. مبدئيا كده خليني اقول لكم ان المقياس ده من اقدم الاثار الاسلاميه واقدم مقياس في مصر. اتبنى سنه 247 هجريا و861 ميلاديا، يعني اتبنى من 1163 سنه. ولما تدخل جوه المقياس هتلاقوا عمود طويل محفور عليه علامات القياس، وده علشان يحدد نسبة ارتفاع الفيضان اللي على أساسه بيتم تقدير قيمة الضرايب على الأراضي الزراعية. والكتابة اللي على الجدران دي مكتوبة بالخط الكوفي، ودي أقدم كتابة تسجيلية عربية مؤرخة في مصر. والنقوشات اللي موجودة على جدران السقف دي عبارة عن آيات قرآنية ليها علاقة بالمية والنباتات والرخاء. واللي بنى مقياس النيل بالدقة والجمال ده هو عالم الرياضيات الأوزبكستاني أحمد الفرغاني، وده التمثال بتاعه موجود أول ما تدخل من قصر المنسترلي على طول هتلاقيه قدامك. جوه قصر المنسترلي هتلاقوا متحف أم كلثوم، في جزء من مقتنيات أم كلثوم. ايه رأيكم ندخل مع بعض واوريهولكم؟ يلا بينا. أول ما تخش من المتحف هتحس إن أنت داخل جوه كنز، مش جوه متحف خالص، كنز أم كلثوم. وأول حاجة هتقابلك منديل أم كلثوم والنضارة المرصعة بالألماظ. أيوه زي ما سمعت كده، النضارة مرصعة بالألماظ. والحقيقة إن مش النضارة دي بس اللي مرصعة بالألماظ، لأ ده في جوه كمان مجموعة نضارات كلها بالألماظ، ودي جزء من فساتين أم كلثوم، وطبعا من أغلى الفساتين اللي كانت موجودة وقتها. ومن حجم الفساتين كده تقدر تتخيل أم كلثوم كانت طويلة قصيرة وسط، لأن لما كانت بتطلع على الشاشة كنت بحسها طويلة جدا وضخمة، لكن الفساتين مبينة إن هي كانت طولها عادي جدا، حتى حجم جسمها ما كانش اللي هو المليان زي اللي كان بيظهر على الشاشة. والفستان الأبيض ده بقى متطرز من اللون الأصلي، وده الجراموفون الأصلي بتاع أم كلثوم. ودي شوية مجموعة اسطوانات نادرة هتلاقوها جوه كمان، مع مجموعة من المسجلات والراديو لأم كلثوم. كنت مبسوطة قوي وأنا شايفة مذكرات أم كلثوم اللي كاتباها بخط إيديها، ومن ضمنهم مذكرة كاتبة فيها باللغة الفرنسية لأنها كانت بتتعلم اللغة الفرنسية. حتى جوازات السفر بتاعت أم كلثوم هتلاقوها هناك، جواز السفر العادي والدبلوماسي، وده العود بتاعها، وبروش الهلال الماسي، وبروش الهلال الماسي اللي من الألماس برضو زي ما انتوا شايفين. تخيلوا بقى ان دي نسخة القصائد الحقيقية اللي مكتوبة بخط الإيد اللي غنتها أم كلثوم، زي حيرت قلبي معاك وليلة حب وانت عمري وغيرهم من القصائد اللي هتلاقوها هناك. ودي قلادة النيل اللي أخدتها أم كلثوم. عايزة أقول لكم إن قلادة النيل دي أرفع درجة تكريم مصرية مش بياخدها غير رؤساء الدول والمصريين المتميزين جدا، زي الدكتور البرادعي والدكتور زويل والأديب العربي نجيب محفوظ، ودول اللي أخدوا جايزة نوبل. وطبعا في غيرهم تانيين، ومن ضمنهم طبعا أم كلثوم. والحقيقة إن أم كلثوم أخدت قلائد من دول كتير زي لبنان وتونس وغيرهم كتير من الدول. ده غير كمان هتشوف جزء من شنطها وشوزاتها اللي تحسها لسه جديدة،
وطبعا باين جدا ان هي من الجلد الطبيعي. حاجة كده تحس ان هي الذوق راقي جدا وحاجة هوانم قوي. مجموعة الصور المتعلقة على الحيطة دي هتلاقيها من الصور النادرة اللي ما شفتهاش قبل كده. انا شخصيا اتفاجئت لما شفتها، زي الصورة دي مثلا للموسيقار محمد عبد الوهاب وهو قاعد مع ام كلثوم وماسك الطبلة. عمرك شفتها قبل كده؟ انا بصراحة كنت اول مرة اشوفها. وغيرها كتير من الصور في كل لحظاتها، سواء تكريم أو صورها مع كتير من زعماء العرب وفنانين. وده لأن أم كلثوم كانت محبوبة من جميع الدول. بصراحة مين ما يحبش أم كلثوم؟ ولو عايز تعرف عن حياة أم كلثوم أكتر هتلاقوا قاعة جوه بيشغلوا فيها فيلم لتاريخ حياة أم كلثوم. بصراحة المتحف جميل جدا، والأجمل إنك هتحس إنك دخلت في زمن جميل كله رقي وتاريخ فني رائع مش هيتكرر تاني. حتى المقتنيات الموجودة جوه هتحس إنها جديدة لأنها متحافظ عليها قوي. لو ما روحتش متحف أم كلثوم قبل كده أنصحك تروح، لأنه مكان حلو ويستاهل الزيارة، ودخوله ب5 جنيه بس، يعني يعتبر ببلاش. المتحف موجود جوه قصر المنستيرلي بالمانيال. القصر ده يا جماعة بجد رائع، جامع كده ما بين التاريخ والفن. حكاية قصر المنستيرلي كده خلصت، بس لازم برضو أدخل حتة فنية هنا في المكان ده. في حلقة لمسلسل نيلي وشريهان وهم هنا ونطوا في النيل. فاكرين الحلقة دي لما جم يسرقوا العقد؟ كانوا هنا وهم خارجين نطوا من الحتة دي في النيل. تعالوا بقى لو أوريكم ركبوا المركب منين. تعالوا معايا ننزل من هنا كده. هات كده اهو كده. من هنا المركب كانت واقفة هنا وهم ركبوا من هنا. ايه رأيكم فيا بقى؟ شطورة صح؟ وبس كده توتة توتة خلصت الحدوتة دي. كانت حكاية قصر المنستيرلي النهاردة. يا رب يكون عجبكم الفيديو. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك وفولو وشير عشان غيرك يستفاد، وتستنوني في الفيديو الجاي. انا ياسمين الجلاد. باي باي.